مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقاتنا النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش الأهلي والمصري النهاردة. بفوز النادي الأهلي 2 لا شيء. طبعا اللهم ارحم اخواتنا في فلسطين، وارحم اخواتنا في لبنان وفي السودان وفي سوريا. ما ننساش ندعي لهم، ما ننساش ان ربنا ينصرهم ان شاء الله على ما يتسموش، لان طبعا ده الوضع الطبيعي اللي بيحصل دلوقتي، اللي ما يتسموش هم السبب في كل اللي بيحصل في الوقت الحالي. طبعا بداية حلقتنا هنتكلم أول حاجة عن ماتش المصري. طبعا الماتش النهاردة كان أقدر أقول إحنا كان ماتش جيد مستوى، يعني مش هقدر أقول إن هو ممتاز، ولا أقدر أقول إن هو ماتش عالمي، لأن طبعا أنا شايف إن أداء الأهلي برضو لسه موصلناش للفورمة اللي إحنا محتاجينها كجماهير. النادي الأهلي النهاردة كان يتحق له إن هو المفترض النهاردة يكسب سكور حتى على الأقل. النادي الأهلي النهاردة كان عنده مشكلة من ناحية محمد الشناوي النهاردة ما كانش فايق تماما. محمد الشناوي بيلعب برجله غلط، بيرفع كرة غلط، بيعمل كل حاجة غلط، لكن ده الطبيعي في الوقت الحالي. ممكن اتكلم برضو من ناحية اشرف داري. طبعا النهاردة كان عامل ماتش كويس جدا يجي منه. طبعا اتوقع ان هو خلاص حجز مكانه. ممكن اقول برضو اتكلم عن ياسر، عندي مشكلة في ياسر. الناحية الدفاعية طبعا كرة بتطلع من رجله، مش في الاحتكاك، او لما بيحب يعمل افتكاك للكورة، الحتة دي بيبقى فيها مشكلة شوية. ممكن اتكلم برضو عن يحيى عطية الله. النهاردة كان مستواه، اقدر اقول هو مستوى جيد، مش هقدر اقول ان هو مستوى ممتاز، رغم انه جاب جون النهاردة، بس كباك ليفت مش حاسه. كباك ليفت مش هو اللي هيعمل المستوى اللي احنا كنا مستنيينه زي علي معلول فارق معانا بفرق كبير. كمن الناحية الهجومية علي معلول طبعا فارق معانا. طبعا عمر كمال بالنسبة لي كان كويس النهاردة. طبعا وسط الملعب كله كان كويس. طبعا لما نزل قفشة، طبعا قفشة بهدل الدنيا النهاردة. طبعا أكرم كان عامل شغل كويس في الملعب، لكن عندي مشكلة مع قفشة جاله انفراد ضيعه. في مشكلة مع قفشة، إن قفشة برضه ما زالت عنده المشكلة بتاعت السنين اللي فاتت، إنه ما بيرفعش عينه، ما بيعملش سكان للملعب حواليه، او ما بيبصش للملعب حواليه ويقدر يشوف مين الشخص اللي يقدر يديله الكوره. قفشه بيلعب، يعني بيلعب بمستوى سيء، مش شايفه اللي هو المستوى الممتاز، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نسجل هدف عن طريق يحيى عطية الله، وقدرنا نسجل الهدف التاني عن طريق قفشه. فده كان حاجة مبشرة جدا. امام عاشور النهاردة كان حد ما اقدر اقول كان كويس جدا، اقدر اقول ان هو كان مستوى جيد. امام عاشور النهارده ممكن اقول على حسين الشحات عندي مشكله معاه، هو وبيرسي تاو. مازال الوينجات عندها مشكله. انا شايف من وجهه نظري ان حسين الشحات لسه عنده مشاكل. حسين الشحات ما بيلعبش بالمستوى اللي احنا كنا منتظرينه خلال السنين اللي فاتت. نفس الكلام برضو بيرسي تاو النهارده ما كانش احسن حاجه. وسام ابو علي طبعا وحيدا قدام هو بيحاول. طبعا الحمد لله على مكسب النهارده، والحمد لله ان الماتش عدى، بس اتمنى ان طبعا يكون في الفترات اللي جاية مجلس الإدارة يتحرك بقى، وكفاية أوي كده. يعني أنا شايف إن إحنا لسه مازلنا عندنا مشاكل كتيرة جدا في الصفقات، وشايف إن إحنا محتاجين إن إحنا نمشي كده بيرسي تاو، ونمشي رضا سليم، ونجيب صفقات بديلة للوينجات. نجيب واحد مثلا أفريقي، ونجيب حتى لو هتجيب مثلا زلاكا، ولا هتجيب أي لعيب مصري مفيش مشكلة عندي، أهم حاجة تجيب لعيب بمستوى كويس. ممكن أقول برضو نفس الكلام ممكن أقول نفس الكلام لنص الملعب. أتمنى محمد بن رمضان يكون موجود مع النادي الأهلي في أسرع وقت. وطبعا هنشوف الأيام اللي جاية مخبية لنا إيه. في موضوع حابب أتكلم فيه عن الأزمات اللي حصلت الفترات اللي فاتت بين طبعا كلنا شفنا اللي حصل في ماتش بلوزداد والأهلي. ماتش بلوزداد والأهلي أنا كنت شايف إن بعد ما الماتش خلص فوجئنا بإن محمد رمضان، أو كابتن محمد رمضان، كلم الشناوي بيقول له يلا يا شناوي على اوضه اللبس، هو وكهربا. فطبعا نفس الكلام. انا شايف ان في مشكله كبيره جدا
محتاجين مدير كورة يا جماعة، احنا محتاجين مدير كورة. انا عندي مشكلة كبيرة جدا مع كابتن محمد رمضان. محمد رمضان الشخص اللي دايما بيدعمه الجماهير، وبنقول ان هو ده الشخص اللي هيقدر ان هو يكنترول اوضه اللبس. محمد رمضان بدل ما يقف جنب الجماهير او بيكسب الجمهور في صفه، بيضطر ان هو يكسب اللعيبه بصفه. اللعيبه اللي فيه مثلا منهم لعيب بيسرب اخبار للصحفيين، لعيبه اهو زي ما انتوا شفتوا. كابتن محمد يعني رمضان مع كامل احترامي مفيش الشخصيه القويه مش موجوده عنده. بدليل ان النهارده اما الكهربا بيدي امر بيقول للشناوي يلا يا شناوي نخش اوضه اللبس، انت مين انت عشان تقول للعيب خش اللبس؟ ده القائد بتاعك، المفروض ان هو بدل ما يسمع كلامك المفترض ان هو يقول لك اسكت. يعني انا لو ما كانش الشناوي اقول لك مالكش دعوه، ما تتدخلش، اقول اي حاجه. انت يعني انا طبعا مش هقدر الوم محمد الشناوي، لان محمد الشناوي فعلا كان عايز، يعني الراجل يعني يعني شال مسؤولية الجماهير دي من على قلبه. قال ان انا خلاص مش هدخل في مشاهدة مع الجماهير. والراجل كان بيحيينا في ماتش شباب بلوزداد، وكان لسه ياخد اللعيبه يقول لهم ما ينفعش يا جماعه. حتى احنا لو سمعنا بيقول ما ينفعش يا جماعه اللي بيحصل. التاني بيقول له لا يلا يا شناوي، والتاني ماشي على هواه راكب على السلام بيقول له يلا 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 يا شناوي خش على اوضه اللبس. انت مين انت عشان تقول للشناوي خش على اوضه اللبس؟ انت مين؟ كهربا الفترات اللي فاتت انا كجمهور انا اللي عملتك، انا اللي عملت كهربا، انا اللي خليتك لاعب. ايام ما كان الزمالك كان رميك، دعمناك، وقفنا جنبك كجمهور. نفس الكلام لكابتن محمد رمضان. كابتن محمد رمضان انت المفترض تكسب الجماهير في صفك، بدل ما تكسب الجماهير في صفك رايح تقول تمشي على الهواه وتمشي على السلام معاه. احنا من اكبر راس في النادي لحد اصغر لعيب، احنا اللي بنعمل الكلام ده. هو النادي ده اتأسس للجمهور، ما تأسسش ليكوا انتوا، هي مش عزبة. طبعا نفس الكلام لكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب ايام ما كان في مشاكل بينه وبين مجلس إدارة الزمالك السابق، احنا بنعمل ايه؟ احنا كنا بنقعد نرد، وكنا بنقعد نتكلم، وكنا بنقعد اي حد بيجي ناحية اي راس في النادي كنا بنقعد ندافع عنه، من اصغر لعيب لاكبر راس في النادي. صاحب النادي ده بتاعنا، النادي ده ملك الجمهور مش ملك لحد تاني. انتوا موظفين عندنا، اداره بلعيبه، انتوا موظفين عندنا، انتوا بتاخدوا فلوس اصلا وما بنشوفش منكم اي جديد. وايه المشكله لما الجمهور يتكلم؟ ايه المشكله لما الجمهور ينتقد؟ كلنا بنشوف اللي بيحصل في اوروبا، وكلنا بنشوف اللي بيحصل في اي عالم تاني. مجرد ما كباتن او مدربين الانديه لما الفريق بيخسر المدرب بيقول لهم روحوا اسمعوا شتيمه الجمهور. اللعيبه بتحط ايديها ورا ظهرها وبتسمع للجمهور، ويسمعوا شتيمتهم هم ساكتين، محدش بيفتح بقه. هو ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ما انتوا الجماهير مفترض ان انتوا تسمعوا لها، تقبلوا انتقادها. المفروض انت اللي تعدل من نفسك، مش انت تروح تعلم الجمهور انت هتعمل ايه وما تعملش ايه. انت مش من حقك انك تعدل، ولا من حقك انك تتكلم اصلا. فانا كجمهور النادي الاهلي انا عايز اشوف منك انت، عايز اشوف منك اداء، لان انا النادي الاهلي، وانا اللي هبقى واقف في ظهرك كلعيب، كاداره، كاي حاجه. اي مسؤول في النادي الاهلي في مشكله معاه مع اي شخص، الجمهور اللي هيبقى في ظهرك. هو مين اللي معلي اسم النادي؟ الجمهور. هو مين اللي بيحتفل بالبطوله؟ الجمهور. اي انجاز انت بتعمله اللي بيفرح بيه الجمهور، واللي بيفتخر بيه الجمهور، واللي بيخليه اللي يبقى ليه قيمه الجمهور. من اصغر بطوله عندك في الدولاب لحد اكبر بطوله الجمهور. انتوا وظيفتكم كاداره نادي انه تسعدوا الجمهور،
مش تقعدوا تنظروا وتقولوا ليه ده بيتكلم وليه ده بينظر وليه ده بيقول لي صاحب اصحاب النادي. احنا اصحاب النادي فعلا. هي مش زريبه. هو مش زي فرقه تانية ولا زي نادي تاني. احنا النادي الاهلي. طبعا انا شايف ان الموضوع مش مازال لسه في مشاكل طبعا، بس انا بقول يعني رساله لجمهور النادي الاهلي في الاول وفي الاخر: روح ادعم النادي، اقف جنب النادي محتاجك. مالكش علاقه طبعا بالاداره ولا ليك علاقه باللعيبه، في الاول وفي الاخر انت بتدعم النادي ده ملكك، النادي ده بتاعك انت كجمهور. فطبعا اتمنى الايام اللي جايه نوصل لحل، ومفيش حاجه اسمها ان انا عادي الجمهور. معاداة الجمهور ده مش حاجه ايجابيه، بالعكس انت كده سلبي كاداره. اوعى تصدر اي مشكله للجمهور. الجمهور ده هو اللي هيقف جنبك، هو اللي هيدعمك. كفايه الماتش اللي انتوا خسرتوه، الناس كلها سافرت من بلاد لبلاد عشان خاطر تشجعكم. كرة مكسب وخساره، بس للاسف مع كامل احترامي انت كاداره ما قدرتش ان انت تأدي وظيفتك، لان من اول السيزون والناس كلها كانت بتطالب بصفقات. ومن رغم ان احنا عارفين ان احنا هنروح البطوله بتاعت الانتر كونتيننتال، رغم الاداء الزفت اللي احنا عملناه في ماتش باتشوكا، وطلعنا بسبب استهتار. بس الحمد لله يعني، الحمد لله ما عنديش اعتراض ان الكرة مكسب وخسارة. خلاص هو الماتش خلص، فهتكلم في ايه؟ طبعا بالنسبة لماتش شباب بلوزداد ماليش تعليق. طبعا الماتش انا بالنسبة لي كان كويس جدا. فقصة ان انت تدخل في معاداة مع الجمهور اتمنى لا. طبعا كهربا كده كده اتمنى انه ياخد شنطته ويمشي بقى في يناير. كفاية عليه كده، كفاية عليه كده. طالما انت وصلت بان انت تعادي الجمهور فكفاية عليك قوي كده. انا شايف ان انت تمشي، ده الصح. خد شنطتك وامشي. احنا كنا واقفين جنبك، واحنا كنا بندعمك، واي حد كان بيعاديك كنا بنرد عليه كجمهور. لو انت مش فاكر افكرك، بص ايه اللي كان بيحصل لك من جماهير نادي الزمالك. مين اللي خلاك محمود عبد المنعم كهربا النادي الاهلي؟ مين اللي علاك النادي الاهلي؟ فاتمنى ان خلاص كهربا كفايه عليه قوي كده، يمشي في يناير. ورساله للاداره: اتمنى يكون في مدير كوره محترم. اتمنى يكون في مدير. رجعوا سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ اللي طول الوقت كان بيبقى قافل اوضه اللبس. سيد عبد الحفيظ اللي طول الوقت لما بيبقى قريب من اللعيبه. مش يجي لي مدير كوره مع الاسف، مع كامل احترامي كنا فاهمين ان هو هيبقى شخصيته قويه ويقدر ان هو يبقى عنده قرارات. اتضح ان هو ابيض على الابيض خالص. لا انا شايف ان احنا نغيره، نجيب سيد كابتن سيد عبد الحفيظ كان موجود. مع كامل احترامي سمعت ان في ناس مرشحه زي كابتن وليد سليمان وزي كابتن عماد النحاس. طبعا مع كامل احترامي ليهم كلهم اسماء كبيره ومحدش ليه اعتراض، بس انا وجهه نظري ان ده مش هيغير من الامر شيء. لان انت المفترض ان انت تجيب حد عنده خبره، واكتر حد كان ناجح في المنصب ده كان سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ. انت مشيته، الفرقه دلوقتي بقت بتفك منك اهو. لعيب مش عارف بيروح يعمل مشاهدة مع مين، ده يروح يتخانق مع ده فخد انت غرامة. في حاجات اهم من كده. بالنسبة للتعاقدات طبعا في كلام داير على السوشيال ميديا ان بغداد بنجاح هيبقى موجود في النادي الاهلي. بس لحد دلوقتي ما نعرفش هل وجوده في النادي الاهلي هيكون ليه عقد لمدة معينة، ولا هيجي بس اعارة لفترة كاس العالم. طبعا في كلام داير النهارده برضو في كلام داير على تريزيجيه بان هو ممكن يكون موجود، بس في مصادر طلعت النهارده من النادي التركي بتقول ان هو مفيش حد تواصل معاه. ولو حد تواصل معاه هيبقى في كلام في الماديات، واللي احنا محتاجين فلوس، وطبعا المقابل المادي هيبقى كبير. وده طبعا ما نعرفش الاداره هتتعامل معاه ازاي. فاتمنى الاداره تلحق تعمل حاجه. اتمنى يكون في يعني تركيز اكتر من كده. ربنا يستر في اللي جاي ان شاء الله. من كل اخواتي وحبايبي ان هم يعملوا سبسكرايب للصفحة ولايك للفيديو،
ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم.